شرطي يطلق الرصاص على مقدم ورئيس مخازنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد حي الضحى أبواب مراكش صباح يوم الأحد 2 أبريل الجاري واقعة مثيرة، بعدما أطلق رجل أمن يبلغ من العمر حوالي 48 سنة النار على عون سلطة برتبة مقدم ورئيس للقوات المساعدة. وتمت إصابة عون السلطة في الفخذ وإصابة مسؤول القوات المساعدة برصاصة واحدة. الواقعة استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية بمراكش، وعلى رأسهم والي أمن مراكش الذي حل بعين المكان، حيث تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرجل الأمن، والذي يشتبه في تورطه في تعريض عون السلطة لاعتداء باستعمال السلاح الوظيفي. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تعرض رجل السلطة المذكور للاعتداء هو ورئيس القوات المساعدة من طرف رجل الأمن باستعمال السلاح الوظيفي، وذلك أثناء ضبطه بحضور قائد المنطقة بصدد ارتكاب مخالفة في مجال التعمير بشقته الواقعة بحي الضحى منطقة 10، تدخل في إطار التصدي للبناء العشوائي. وقد تم نقل عون السلطة ورئيس القوات المساعدة على متن سيارة إسعاف للمستشفى من أجل تلقي العلاج بالموازاة مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة. وأكدت مصادر محلية بمدينة مراكش أن رجل الأمن لاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.